احلى كنافه دي ولا ايه؟ جربوا يا جماعه الكنافه بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. خشوا على الفيديو وشوفوه من اوله لاخره ان شاء الله هيفيدكم كتير. ماشي، مكونات بسيطه خالص، ما اشتريتلاش حاجه مخصوص، كل حاجه كانت عندي في البيت. كنافه بالقشطه ان شاء الله تعجبكم تحفه. بصوا شكلها عامل ازاي. مكونات يا حبايبي، هنا معايا نص كيلو كنافه اهوت. طلعته من الفريزر، بقاله كان فتره عندي كده، طلعته من الفريزر وهو مجمد، فركته بايديا كده لحد ما فرفته كده زي ما انتم شايفين. ومعايا هنا ايه تاني؟ معايا هنا حوالي كوبايه لبن اهي بالوش بتاعها، بس بردك هضيف لها ايه، حبه وش لبن كانوا في الفريزر عندي، بس لازم تسيبيهم يفكوا شويه معاكي عشان ايه ما تخرصت معاكي الكريمه. لازم القشطه دي تبقى فكه. ماشي، لو مش فكه معاكي حاولي كده تفكيها بالشوكه كده، تقلبيها لحد ما تفك معاكي. ومعايا فانيليا، ومعايا ايه تاني، هنا معايا سكر بودر هضيفه على الكنافه اهوت. دول معلقتين انا معايراهم، معلقتين كبار. هقلبهم كويس وادلكهم كويس بالكنافه مع الايه، مع السمنه. هجيب حوالي كوبايه سمنه كده على زيت بالتقريب، انا بقول لكم بالتقريب عشان انا مش هعاير بصراحه. ماشي، هتحطي حوالي كوبايه سمنه على زيت وتدلكيهم كويس، وتحطي نصهم في الصينيه والنص التاني من فوق طبعا زي ما انتم عارفين. ومنع الكريمه هنا بقى هعمل لها ايه، حوالي اللي عندي هم حوالي كوبايه هم زي ما انتم شايفين. هضيف لهم كوبايه ميه. مش انا عايزه السوائل عندي يكونوا كوبايتين، سواء بقى لبن وعلى ميه او لبن بس. ماشي، هضيف لهم بقى ايه تاني على البارد كده، معلقه ونص دقيق ومعلقه ونص ايه نشا. والفانيليا ما تنسوش الفانيليا. ماشي، وممكن بقى بعد ما تعملوها وتخلصوها خالص، ماشي، وتهدى كده حسيكه كده، تضيفوا عليها مكسرات اختياري لو عايزين، ماشي كده مفيش حاجه صعبه ان شاء الله. هخلص واوريها لكم. يلا، بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. ماشي، واهم حاجه تدهنوا ايه، تدهنوا الصينيه حلو كده من تحت كده سمنه حلوه عشان تديكوا اللون الحلو. ماشي، لو عايزين تقلبوها بقى ممكن تقلبوها براحتكم على حسب الفرن اللي عندكم. عايزين تولعوا الشوايه ولعوها على نار فوق متوسطه بشويه. كده ضفت الكريمه خلاص كده على الايه، في نص الصينيه اهوت زي ما انتم شايفين، وسايبه شويه اهم هضيفهم ايه يعني كده، يعني على الوش كده، يعني مش هتشوفوهم في اول الفيديو يعني. عايزه اقول لكم اللهم صل على النبي، انا حطيت معلقه سكر واحده، معلقه سكر كبيره اختياري. ساعات كنت بعملها من غير سكر خالص، بس انا هحط لها سكر ليه، حطيت لها سكر عشان هحط لها صداني. ماشي، يعني يفضل يعني تحطي عشان لو هتحطي مكسرات تحطي ايه، تحطي معلقه سكر عشان ما تبقاش معاكم مسخه قوي. ماشي، انا ساعات كنت بعملها من غير سكر، كنت بستكفى بالشربات بتاعها، بس ما كنتش بحشيها حاجه الا الايه، الا الكريمه بس. ماشي، لو عندكم جوز الهند حطوا كمان جوز الهند، بيبقى خليها جميله. جوز الهند انا كنت بضيفها على ايه، ما كنتش بضيفها على الحشوه، كنت بضيفها على الكنافه، وكنت بقلبها كده مع ايه، مع السكر كده مع السمنه. كانت اكنك بتاكلي بسبوسه، كانت بتديكي نتيجه حلوه خالص. مش انا سايباها تهدى شويه عمال ما احمص السوداني وحطها في الفرن يتحمص. الكنافه طلعت من الفرن يا جماعه. بصوا الشربات انا عاملاه تقيل. انا زقيت اهو، بس اخر حبه قلت اوريهم لكم. مش عارفه، مش مالكه بصراحه عشان ماسكه التليفون اهو. شايفين يا جماعه اهو، بصوا السمك عامل ازاي. بصوا، انا بعمله وسط، بس المره دي انا عاملاه تقيل عشان انا بصراحه مش عايزه الكنافه تبقى طريه. وعايزه اقول لكم ان انا كمان بعد ما طفيت عليها عملت ايه، بعد ما طفيت عليها سبتها في الفرن. مش انا عايزاها ناشفه، مش عايزاها طريه كده كده، القلب بتاعها هيبقى طري. ماشي، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. الشربات بالحق ما قلتلكوش، الشربات كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه، لحد بقى القوام اللي انت عايزاه. سيبيه يغلي حلو، بس اهم حاجه يغلي حلو علشان ايه ما يسكرش معاكم. ونص ليمونه طبعا ما تنسوش، والاطراف بتاعه الحله تعمليها بالمعلقه كده عشان ما يبقاش فيها سكر، عشان بردك ما تسكرش معاكم. وفي ايه كمان عايزه اقول لكم عليه، شايفين اللون جميل ازاي. ده الوش بتاعها اهو من فوق. ولا ولعت شوايه ولا ولعت حاجه، دهنتها زي ما دهنتها من تحت بالسمنه والزيت، ومن فوق بردك على الوش بالسمنه والزيت عشان يديك اللون ده كمان. واللون ده بيجي من ايه كمان، السكر، معلقتين سكر البودر اللي انا حطيتهم. ماشي، بيدي ايه، بيخليها تمسك في بعضها، متبقاش مفرفته، بيديها لون حلو وبيديها قرمشه. ماشي، يا رب يكونوا الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه اهي. شايفين، بس يا رب يكون واضح ليكم عشان انا ايه الاضاءه عندي مش قد كده. بصوا يا جماعه بقى الكنافه بعد ما قلبتها، بصوا جمالها، قولوا بسم الله ما شاء الله عليها، تحفه تحفه تحفه. والتليفون ظالمها على فكره والله. بصوا
من على بعد اهي. بصوا موحدة على فكرة، بصوا بس هو التليفون بيجيب حتة فاتحة وحتة غامقة. يا ريت بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. عايزة اقول لكم الشربات انا كنت بردته خالص، والكنافة كانت دافية ماشي، عشان مش عايزاها تبقى طرية معايا، وهي على فكرة حلوة مش محجرة يعني ماشي. يلا يا رب تكون الطريقة عجبتكم، جربوا طريقتي ان شاء الله مش هتندموا.